وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبناء الطلبة اليوم؟ الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، ربي يحفظكم إن شاء الله. الشيخ يعقوب قرأ لنا ما في اللوح من آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحسنت، بارك الله فيك شيخ يعقوب. هناك آية في سورة غافر في نفس هذا المعنى، معنى الدعاء، هل تذكرها؟ اقرأها لنا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيها المشاهدون الكرام، هي كلمة واحدة من الله سبحانه وتعالى تملأ القلب استبشارا وفرحا بفضله. ادعوني أستجب لكم. لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالدعاء؟ وكيف يكون الدعاء سببا في تغيير النفس وتغيير شأن الإنسان نحو الأفضل بإذن الله سبحانه وتعالى؟ في أنوار الآية نتعرف إن شاء الله على معاني وبعض أسرار الدعاء، فكونوا معنا في رحلة النور ومع أنوار الآية الكريم. أهلا بكم من جديد مع أنوار الآية ونور آية جديدة، هي آية الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وتو بنسأل أبنائي كالعادة عن معنى الدعاء. من منكم يا أولادي يعرف معنى ادعوني؟ تفضل يحيى. اطلبوا مني. ادعوني أي اطلبوا مني. أحسنت يحيى. بعض المفسرين يقول ادعوني أي سلوني من فضلي، وبعض المفسرين يذكر ادعوني بمعنى اعبدوني، فالدعاء هو داخل في العبادة كما سنذكر إن شاء الله. ادعوني أي سلوني من فضلي. فسؤال الله سبحانه وتعالى في الدعاء إما أن يكون دعاء لطلب الحاجات وهو دعاء المسألة، أو يكون دعاء بمعنى العبادة وهو تأدية الطاعات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. الدعاء يا أولادي هو صلة بين الإنسان والله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية هنالك أسلوب القرب في قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، أن الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية يقول وقال ربكم. ربكم هنا فيها معنى الربوبية، أي إن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بربوبيته لنا ورعايته لنا وقربه منا، وهذا التذكير هو خطاب القرب، فأنت تشعر بقرب من الله سبحانه وتعالى. ثم مباشرة يقول لك وقال ربكم ادعوني، يطلب منك الدعاء بلا شروط، بغير شروط معقدة. ادعوني مباشرة، مش بس هيك
مباشرة بعد الدعاء يقول لك أستجب لكم، وكأن الله سبحانه وتعالى يعطينا النتيجة على المقدمة بلا واسطة. ادعوني أستجب، هكذا عهد مباشرة، أعطانا العهد والوعد بالإجابة منه سبحانه وتعالى، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. الدعاء يا أولادي هو سكينة في القلب، ولعل هذه السكينة هي أول الإجابة، وبعد السكينة يأتي عطاء من الله سبحانه وتعالى بلا حدود. الدعاء يا أولادي ليس نافذة نلجأ إليها وقت الضيق فحسب، بل هو باب لا يغلق. أنت حينما تقول يا رب فأنت في الحقيقة وقفت بباب رب كريم يعطي بلا ملل، بل إنه يحبك عندما تلح عليه في الدعاء وتكرر، ومن داوم الطرق على الباب لا بد أن يفتح له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يمل حتى تملوا. وفيه قضية مهمة في الدعاء يا أبنائي لازم نعرفوها، أن الإنسان حينما يأتي يدعو الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون في قلبه يقين وحسن ظن أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له هذا الدعاء. وتو لو سألتكم هل في حديث نبوي لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يدل على هذا المعنى؟ تفضل يا محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أحسنت، بارك الله فيك. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وتتمة هذا الحديث، باقي الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه: وإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. فلا بد مع اليقين بالإجابة حضور القلب مع الله سبحانه وتعالى، أن يكون القلب خاشع حاضر بين يديه، مش تدعي الله سبحانه وتعالى وأنت تفكر في أمور الدنيا. هذا ليس دعاء، هذا استهزاء بمقام الربوبية. إذا أردت أن تدعو الله ورفعت يديك فلا بد أن يكون قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى، فينزل عليك الله السكينة. وكيف ما قلت لكم السكينة هي بداية الإجابة. مجرد ما تجد السكينة في قلبك فأنت في الحقيقة مقبل على استجابة الدعاء. ولذلك سيدنا عمر كان يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. فمن وفق للدعاء سيوفق للإجابة بلا شك، لأن الإجابة والاستجابة هي وعد من الله، والله عز وجل يقول: إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله لا يخلف الميعاد. بارك الله فيكم. لو فيه أي سؤال على موضوع الدعاء أو موضوع الآية نورونا، الله ينوركم. تفضل عبد الباقي. شيخنا، في مرات ندعو وما فيش استجابة، وربي قال: ادعوني استجب لكم. بارك الله فيك، أحسنت. وهذا سؤال شائع. كثير من الناس يجيك يقول لك: يا شيخ أنا ندعي لي سنين ندعي وما فيش استجابة. وهذا مدخل من مداخل الشيطان، يأتي إليك يوسوس، يقول لك أنت تدعو وربي ما يستجيبش، ويشكك في نفسك وفي دعائك، بل يشكك في وعد الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونعرف شن معنى الإجابة، وهذا فقه لمعنى الإجابة. الإجابة يا أبنائي والاستجابة كما يخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في 3 أوجه: إما أن يستجيب الله لك مباشرة ويعطيك الشيء الذي سألته، أو يدفع عنك من السوء شيء أنت لا تعلمه على مقدار دعائك، أو يدخر لك الأجر عنده يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله حكيم ويعرف ما يصلح بك. أنت ما تعرفش اللي يصلح بك. مرات تدعي بشيء معين تبي ربي يعجل لك به، ولو عجل لك به الله سبحانه وتعالى حيكون فيه ضرر لك، فالله عز وجل يؤخر لك الإجابة أو يعطيك أجر يوم القيامة لأنه أعلم بك منك. فالإنسان يرفع يديه إلى الدعاء ولا يستعجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ودعوت ودعوت ولم يستجب لي.
فالإنسان عندما يستعجل الله سبحانه وتعالى يصرف عنه الإجابة باستعجاله، فلا تستعجل فإن الله لا يمل حتى تملوا. لو في سؤال ثاني تفضل مهتدي. علاش يا شيخ ربي يربط ترك الدعاء بالتكبر؟ أحسنت. في آخر الآية يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مهتدي يقول الاستكبار في الآية شنو ربطه بالدعاء؟ نقول لكم شيء، الإنسان الذي لا يدعو الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة كأنه يقول أنا لست محتاج إلى ربي عياذا بالله. الإنسان العبد محتاج إلى الله في كل لحظة ومفتقر إليه، فإذا ترك الدعاء واللجاء إليه وسؤاله سبحانه وتعالى فكأنما تكبر، بل هو متكبر على الله سبحانه وتعالى. مصداقا لهذه الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن الدعاء، لأن الدعاء كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم هو العبادة في الحديث، وفي رواية هو مخ العبادة. فالدعاء هو العبادة والعبادة دعاء، فلا بد للإنسان أن يفتقر إلى الله وأن يكسر هذا الكبر في قلبه وهذا الاستكبار، ويلجأ ويفتقر إلى الله الذي خلقه حتى يكون من أهل الإجابة وأهل الدعاء، فيقترب إلى الله بهذا الدعاء. أيها المشاهدون الكرام، الدعاء مش ملاذ للضعفاء فقط، بل هو سلاح للأقوياء الذين يعرفون أن القوة الحقيقية من عند الله سبحانه وتعالى. إذا التبست عليك الأمور وضاقت عليك الحيل فقل يا الله، يا الله، تخرج بثقة وعلق قلبك بمن بيده ملكوت كل شيء. وليكن شعارنا في كل ليلة وفي كل يوم وفي كل لحظة لن نمل من الدعاء، ولن نمل من طرق باب الدعاء، ولن نسمح للكبر في أنفسنا أن يحجبنا عن ربنا الذي بيده تصريف أمورنا سبحانه وتعالى. وندعو الله في كل حين ونقول اللهم اجعلنا من أهل الدعاء، واجعل دعاءنا سببا لرفع همومنا ونورا يضيء قلوبنا. اللهم يا رب اجعل الدعاء عونا يقوينا على طاعتك. اللهم وحرر قلوبنا من كل كبر أو غفلة. اللهم اجعل كل سؤال نطرحه بين يديك بابا للسكينة والهداية، واغمرنا برحمتك التي وسعت كل شيء. قولوا آمين. بارك الله فيكم واستجاب الله دعاءنا ودعاءكم، وإلى لقاء أحبتنا المشاهدين في نور آية جديدة مع أنوار الآي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.